السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنتكلم عن الأخطاء اللي احنا نتجنبها واحنا مسافرين بدون شركة سياحة، وهقول لكم برضو على الأخطاء اللي أنا وزوجي وقعنا فيها، وإن شاء الله لما نطلع المرة الجاية هنحاول ما نقعش في الأخطاء دي. بس قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو بتاعكم، ولو أول مرة تشوفي قناتي وتتفرجي على فيديوهاتي اشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. نيجي بقى لأول حاجة هتكلم عليها النهاردة، الباركود. والباركود هو عبارة عن كود تعريفي بمعلومات المسافر، بيتضاف على التأشيرة اللي احنا بنسافر بيها، وده بيتطلب منك في المطار المصري. فلازم نتأكد التأشيرة بتاعتي لازم اطلع لها باركود او لا، لان في تأشيرات بيطلع لها باركود وفي تأشيرات مش بتحتاج ان انتوا تطلعوا باركود. ناس كتير قوي بتوصل المطار وبيطلبوا منهم الباركود بعد ما بيكونوا حجزوا الطيران وميعاد الطيارة بتاعتهم، فالطيارة بتفوت عليهم والرحلة بتاعتهم بتتلغى بسبب الباركود. فلازم وبأكد اهو تتأكدوا انتوا محتاجين باركود او لا. طبعا الباركود بيطلع بعد ما بتحجزوا تذاكر الطيران، لان الباركود صلاحيته من 3 ل4 ايام، فلازم تكونوا محددين ميعاد الطيارة امتى علشان تطلعوا بناء عليه الباركود. فدي اول نقطة خدوا بالكم منها. تاني حاجة، والحاجة التانية دي احنا شخصيا وقعنا فيها، في تأشيرات بتحتاج ان انتوا لما تحجزوا طيران تعملوه ذهاب وعودة، تحجزوا تذكرة ذهاب وتذكرة عودة، وفي تأشيرات ما بتحتاجش ان انتوا تعملوا ذهاب وعودة. احنا لما رحنا حجزنا الطيران عملنا ذهاب بس، وكانت التأشيرة بتاعتنا لازم لها ذهاب وعودة، فاضطرينا نرجع تاني للمكتب وبتدفعوا فرق علشان تحولوا التذكرة دي من ذهاب فقط لذهاب وعودة. وكمان لما بتحجزوا تذكرة ذهاب وعودة بتبقى أرخص من إنك تدفعي تذكرة ذهاب لوحدها وبعدين ترجعي تدفعي تذكرة عودة لوحدها. برضو حتى الناس اللي التأشيرة بتاعتهم مش لازم تطلعي بتذكرة ذهاب وعودة، لو انت محددة المدة اللي انت هترجعي فيها يفضل تحجزي برضو التذاكر ذهاب وعودة، لأن هيوفر لك كتير، بتبقى أرخص شوية من إنك تعملي عودة لوحدها وذهاب لوحدها. دي تاني نقطة بأكد عليها. تالت حاجة احنا برضو اتعرضنا لها، وان شاء الله لما نسافر تاني هنحاول نغير الموضوع ده. اول ساعة برضو لما حجزنا الطيارة، حجزنا الطيران الاتنين في مطار جدة، يعني نزلنا جدة ومن جدة رحنا مكة وبعدين رحنا المدينة ومن المدينة رجعنا جدة تاني عشان نركب الطيارة. فده برضو خطأ. لما تيجوا احجزوا المطار، لو انتوا نازلين مكة الأول فهتحجزوا على مطار جدة، وانتوا راجعين لو راجعين من المدينة احجزوا على مطار المدينة، بدل ما ترجعوا المسافة دي كلها تاني المطار جدة، لا ارجعوا على مطار المدينة. والعكس، لو انتوا نازلين المدينة الأول يبقى احجزوا على مطار المدينة، وانتوا راجعين احجزوا الطيارة على مطار جدة علشان توفروا وقت ومجهود. ده تاني خطأ احنا وقعنا فيه، فيعني خدوا بالكم الموضوع ده مهم جدا. تالت حاجة برضو، لما وصلنا مطار جدة كنا متفقين مع سواق بعربية ملاكي، كانت العربية ب120 ريال وودتنا لحد الفندق بتاعنا. 120 ريال أنا ممكن أوفرهم وكنت أركب في عربيات كتير بالنفر بيقولك مثلا 60 ريال، وانتي بتفصلي ممكن أصلا تركبي ب50 ريال وممكن ب40 ريال على حسب السواق ما تتفقي معاه. وكان في أتوبيسات ب40 ريال للفرد، فده هيفرق لو انتي طالعة لوحدك، لكن لو انتي طالعة مع مجموعة عادي ممكن تقسموا مع بعض وتركبوا عربية ملاكي لوحدكم، فده هيفرق معاكوا جدا في الفلوس. سمعت كمان ان لو حد محرم او لابس لبس الاحرام الرجاله ونزلوا في المطار بتاع جده او يعني عشان يروحوا يعملوا العمره، في اتوبيسات كمان، ده انا سمعت بيه، الله اعلم ده فعلا ولا لا. انا الحاجه اللي انا متاكده منها ان في عربيه بالفرد وفي اتوبيس بيبقى ممكن ب30 و40 ريال يوديكي لحد مكه. بالنسبة لو حد لابس لبس إحرام، سمعت إن في أتوبيسات بتاخدهم مجانا، دي حاجة المملكة العربية عاملاها.
الله اعلم، اتاكدوا من المعلومه دي، وممكن اصلا يكون الموضوع دوت يعني اتلغى. الحاجه الثالثه اللي مش عايزاكوا تقعوا فيها، قبل ما تسافروا انتوا بتبقوا حاجزين فنادق. حاولوا ما تحجزوش فندق واحد، احجزوا فندق واتنين وتلاتة، علشان لما توصلوا ربما الفندق الاولاني ما يعجبكوش الغرف فيه، ما يعجبكوش الخدمة فيه، ما ترتاحوش، تحسوه المكان بعيد عن الحرم كتير، فتحتاجوا تروحوا فندق تاني. فتأكدوا وتكونوا مش نازلين على فندق واحد، انزلوا على اكتر من فندق. لان احنا لما وصلنا لقينا الفندق اللي احنا وصلنا عنده دخل في التجديدات واخلوا الناس اللي فيه، فابتدينا ندور لحد ما لقينا فندق تاني نزلنا فيه. هو الموضوع متاح وفي فنادق كتير وبأسعار حلوة جدا، وهتلاقوا ناس تساعدكم كتير، بس الأفضل أمنوا نفسكم وتكونوا نازلين على حاجة انتوا عارفين ان الحاجة دي مضمونة يعني. ده برضو بالنسبة لموضوع الفنادق، ده برضو كان خطأ وبالنسبة لنا احنا، ولازم ناخد بالنا منه. المعلومة بقى اللي بعد كده، لو هناخد فندق يكون بعيد شوية عن الحرم علشان بيبقى أسعاره أرخص شوية من الفنادق اللي قريبة لصحن الطواف، حاولوا يكون الفندق معاه أتوبيسات مجانية على مدار 24 ساعة، وده هيوفر معاكم في الفلوس وهيوفر معاكم في الوقت والمجهود. هتلاقوا الأتوبيس موجود على مدار 24 ساعة قدام الفندق، في أي وقت هتنزلوا هتركبوا هيوديكوا عند الساحة الخارجية للحرم. وكده كده سواء الفندق قريب او بعيد، احنا بنمشي الحته الصغيره لصحن الطواف يعني عشان ندخل جوه الكعبه ونصلي وكده، فده هيوفر معانا كتير. نصيحتي بقى ليكم، لما هتاخدوا فنادق بعيدة شوية عن الحرم هتبقى أوفر وأوفر بكتير. الفنادق كل ما بتقرب من الحرم بيبتدي أسعارها من 300 ريال وانتي طالعة، لكن لما بنبعد شوية حوالي كيلو أو 800 متر زي حي الجميزة، زي في شارع أجياد، فنادق بعيدة شوية وتابع ليها أتوبيسات مجانية، ممكن تبدأ الغرفة من 70 و80 ريال. فده هيفرق معاكم جدا. حتى لو لقيتوا فندق يعني الليلة فيه ب80 ريال مثلا أو 70 ريال، وهتدفعوا انتوا المواصلات رايح جاي على حسابكم، ده هيبقى أوفر لكم بكتير من انكم تدفعوا 300 و400 ريال في الليلة. وكده كده احنا رايحين علشان نعبد ربنا ونصلي، ومعظم وقتنا هيبقى في الحرم، فمش هيفرق معانا الغرفة غير للنوم أو لو قاعدين شوية. وبرضو الفنادق اللي بتكلم عنها دي الغرف بتاعتها كويسة جدا ونضيفة، واحنا أهم حاجة عندنا العبادة. الحاجة اللي بعد كده عايزاكوا تاخدوا برضو معاكوا فلوس احتياطي بالعملة اللي انتوا جايين بيها من بلدكوا، سواء مصري سواء تركي، ايا كان العملة اللي انتوا جايين بيها، غير الفلوس اللي انتوا محولينها ريالات. خدوا معاكوا احتياطي، ربما الفلوس تخلص منكوا ويحصل ظرف فتحولوا الفلوس دي في الصرافة في السعودية. بالنسبة للشنط بتاعة السفر، اتأكدوا قبل ما تسافروا ان انتوا الوزن بتاعكم على قد الوزن اللي مكتوب لكم في تذكرة الطيران، علشان الوزن ممكن يوقفكم في الميزان او تدفعوا مصاريف زيادة زي مصاريف شحن كده علشان الوزن الزايد معاكم في الطيارة. حاولوا توزنوا الشنط بتاعتكم بالميزان اللي مكتوب لكم في الطيارة قبل ما تروحوا المطار، علشان خاطر ما تتعطلوش في المطار. وبرضو وانتوا راجعين من السعودية في بيبقى ميزان كده في المطار، ممكن تستأذنوا ان انتوا توزنوا الشنط وتقسموا الحاجة على الشنط بتاعتكم، لان ساعات بتبقى شنطة اكتر من شنطة. وبس كده، هي دي كانت كل المعلومات اللي انا شايفة ان هي مهمة جدا وهتساعدكم بإذن الله. أتمنى يكون الفيديو كان خفيف عليكم واستفدتم منه حاجة، وربنا يا رب يكتب العمرة والحج لكل مشتاق عن القريب العاجل، ويرزقنا وإياكم ويتقبلها منا يا رب، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.